البسبوسة اللي معقدة ستات كتير وانا كنت واحدة منهم. النهاردة هعملها لكم بطريقة مفيش بعدها. حتى لو انت شاطرة فيها لازم تجربيها بالطريقة دي، لاني واثقة ان هي هتعجبك جدا جدا. بسبوسة المحلات الكبيرة مش المحلات الشعبي، يعني فاخر من الاخر، مرملة ودايبة وسكرها مظبوط وكمان لونها واحد ومقاديرها على الشعرة. بجد مفيش بعد كده، يعني كل اللي هيدوقها من ايدك مش هيمشي غير وهو واخد الطريقة. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. اول خطوه هنعملها اننا هنكرمل السكر. جبت الحله بتاعتي او كزرولة، اي حاجه بس تكون تقيله شويه ما تخليش السكر يتحرق معاكي بسرعه. حطيت كوبايه من السكر زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهضيف عليها ربع كوبايه من الميه، وهرفعها زي ما هي كده على النار، مش هحرك فيها ولا اعمل فيها اي حاجه لغايه ما يبدا معايا ياخد لون كده في الجوانب. معايا كمان هنا كوبايه من اللبن، وكمان نص كوبايه من السمنه، مش هحتاجهم دلوقتي لغايه ما نوصل لدرجه السكر اللي زي ما قلت لكم. لون انا عايزاه يكرمل معايا، مش عايزاه يكون غامق خالص ولا يكون فاتح. مش هنحرك في السكر ولا هنقلب ولا نعمل اي حاجه لغايه ما يبدا ياخد معايا لون كده في الجوانب زي ما انتم شفتوا بالشكل ده. بنقلب من بره لجوه علشان ما يسكرش معانا. تفضلي تقلبي فيه باستمرار، والنار عندك تكون وسط او هاديه، ما تبقاش عاليه علشان ما يتلسعش معاكي، لغايه بقى ما توصلي للدرجه دي وتلاقي كل السكر الموجود معاكي داب تماما واختفى. ودرجه اللون دي مظبوطه جدا. نزلت بقى عليهم بمعلقتين كبار من العسل التقيل او شربات الكنافه التقيل. لو مش موجودين عندك مفيش مشكله، كمان لو عندك عسل جلوكوز برضه هتحطي معلقتين. قلبتهم كويس جدا مع السكر بتاعنا اللي اتكرمل. وبعد كده نزلت عليهم بنص كوبايه من السمنه البلدي، وطبعا لو عندك سمنه نباتي تمام مفيش مشكله، لكن البسبوسه سمنه بلدي. تمام كده، بعد ما قلبناهم برضو كويس جدا مع الكراميل بتاعنا، نزلنا كوبايه لبن سخنه. اللبن يكون سخن في المرحله دي، ما يكونش ساقع، علشان ما يقلبش معاكي لبن قاطع، هتبصي تلاقيه كلكع معاكي كده وهياخد معاكي وقت على ما يفك. فخلي اللبن سخن، يعني هتبصي تلاقي الموضوع ما خدش معاكي دقيقتين على النار. اخدوا كده معايا غلوه واحده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وقلبتهم كويس جدا. شايفين بقى الخليط بتاعنا مفيش كلاكيع بقى لبن ولا اي حاجه خالص، ولا حاجه كترت معانا، كده بقى زي الفل. هطفي بقى عليه النار وهركنه بقى على جنب لغايه ما يهدى معايا خالص. في طاسة بقى تانية على النار، هنجيب طاسة ما فيهاش أي مادة دهنية خالص، يعني لا سمنة ولا زبدة ولا زيت، وهحط فيها 3 معالق كبار من اللبن البودرة. هبدأ إن أنا أحمصهم على نار هادية برضو، وإيدي فيهم باستمرار لأنه بياخد لون بسرعة جدا. أنا عايزة لون ذهبي، مش عايزاه يغمق خالص معايا. اللبن البودرة إيه فايدته في البسبوسة؟ بيديها طعم غني جدا جدا، بيديها لون حلو قوي، بيديها ريحة حلوة جدا. عايزة بقى تستغني عن خطوة اللبن البودرة زي ما انت عايزة براحتك، بس بجد هتضيعي على نفسك طعم حلو قوي قوي. هركنها على جنب بقى بعد ما خلاص وصلت لدرجة اللون الجميلة دي. عندي بقى هنا الصينية بتاعتي مقاس 30، يفضل طبعا تكون صينية ألمونيوم علشان تديكي سوا حلو جدا. حطيت فيها معلقة كده من السمنة بلدي أو معلقة من الطحينة الخام، وهدهنها كويس جدا. أو صينية مقاس 32. كده كده البسبوسة مش بتكون عالية، يعني البسبوسة بيكون ارتفاعها مش عالي زي الهريسة. كده حضرنا كل حاجة، نيجي بقى البسبوسة بتاعتنا. عندي نص كيلو من السميد الخام اللي عند العطار، مش عليه اي اضافات خالص زي ما انتم شايفين. بتعرفي ازاي ان هو اصلي مش مغشوش؟ لما بتمسكي الدقيق بتاعك كده في ايدك وتسيبيه، مش بتلاقي اثار كده للدقيق الابيض على ايدك؟ يبقى كده هو دقيق بسبوسة خام، مش عليه دقيق ابيض ولا اي حاجة خالص. ضفت عليه 3 معالق اللبن البودر اللي احنا حمصناهم، وعليهم نص كوباية كده من جوز الهند. طعمها حلو قوي قوي في البسبوسه، انا مش بستغنى عنها خالص، لو انت عايزه تستغني عنها زي ما انت عايزه براحتك. ربع معلقه صغيره قد التنتوفه كده خالص من البيكنج باودر، مش بنزود على كده، ما تبقيش كريمه وتحطي معلقه ونص معلقه والكلام ده، هي ربع معلقه صغيره خالص خالص. وعندي كمان باكو من الفانيليا ورشه بسيطه من الملح. قلبتهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده، وانا كده عندي خليط البسبوسه الجاف بقى جاهز عندي. هنجيب بقى خليط الكراميل اللي احنا عملناه، اللبن والسكر والسمنه، بعد ما بقى دافي معايا، مش سخن خالص، مش بيغلي ولا اي حاجه، دافي يا جماعه. وهنزل بيه زي ما انتوا شفتوا كده على الدقيق بتاع السميد، وهبدا اقلب زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. تقلبتين 3، مش بنبالغ ولا بنزود ولا اي حاجه. بمجرد بس ما احس ان دقيق السميد اختفى معايا وكله اتشرب للسوائل اللي انا حطيتها، بوقف على طول. وطبعا ده مهم جدا عشان البسبوسه ما تعضمش معاكي، وتيجي في الاخر تديها الشربات تلاقيها ما شربتش معاكي الشربات خالص وحجرت. يدوب هما لفتين وخلاص. شايفين الجزء ده انا ما قطعتهوش علشان تشوفي انا ما خدتش وقت خالص في التقليب. بقى بالخليط بتاعي في الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهبدا اوزعه كويس جدا. انا ما لمستش العجينه بتاعتي خالص، كله كان بالمعلقه. سويت وشها كويس جدا زي ما انتم شايفين بالمعلقه كده، بالاسباتيولا، باي حاجه موجوده عندك. عايزه بقى تسويها بايدك زي ما انت عايزه برضو، ما فيش مشكله خالص.
ضبطيها كده كويس جدا عشان طبعا هتطلع معاكي بنفس الشكل اللي انت هتدخليها بيه. خبطتين تلاتة كده على الرخامة عشان تبقى كلها بنفس الارتفاع وبنفس الشكل زي ما قلتلك، وتتوزع كلها في الصينية بالمعلقة كده. وظبطي وشها واحدة واحدة. انا اكتفيت بيها كده ساده، ما حطيتش على وشها اي مكسرات خالص. لو عايزه بقى تحطي اي مكسرات حطيها برضو على الوش واضغطي عليها عشان تثبت معاكي، ولما تيجي تسقيها الشربات بعد السوا ما تلاقيهاش طلعت من مكانها. هدخلها فرن سخنه في الرف الوسطاني على حراره 170 او 180 زي الكيكه بالظبط. هتقعد معاكي لغايه بقى ما تلاقيها اخدت كده لون في الجوانب. بتطفي الفرن وتولعي لها الشوايه لغايه ما تاخد لون من فوق. في الوقت ده هنحضر الشربات. كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، عليهم عصره نص ليمونه. برفعهم على النار، بياخد غلوه واحده بس وبطفي عليه. محتاجه شربات يكون خفيف ودافي. بعد ما استوت معايا البسبوسه واخدت لون احمر كده في الجوانب، ولعت لها الشوايه لغايه ما اخدت لون جميل زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده من فوق. طلعتها زي ما هي كده وهي لسه مولعه كده على طول، وزقتها بالشربات الدافي. الشربات بتاعي يكون دافي، البسبوسه تكون سخنه علشان ما تعجنش معاكي. واسقيها الكميه كلها، ما تقلقيش كله هتشربه واحده واحده، وهتشرب كل الشربات بتاعها. طالما ما قلبتيش فيها كتير ولا عجنتي فيها كتير، فهي كده ما عضمتش منك ولا قفلت مسامها، فهي هتشرب كل الكميه اللي انت هتحطها لها. حتى لو حطيتي اكتر من كده برضه هتشربها. وطبعا ده سر نجاح البسبوسه. هتعرفي ان هي ناجحه معاكي اول ما تحطي لها الشربات كده، تبصي تلاقيها عماله تشربه. بصوا عماله تشرب كل شويه. فانا دلوقتي هغطيها كده بصينيه وهدخلها الفرن. الفرن خلاص انا طفيتها، مفيش اي حاجه متولعه عندي ولا اي حاجه، بس علشان على الحراره بتاعه الفرن كده هتفضل تشرب الشربات بتاعها كده، وهتبقى زي الفل معاكي. هغطيها بس كده بصينيه واسيبها كده 10 دقائق في الفرن مطفيه، وبعد كده هرجع اوريها لكم بعد ما شربت كل الشربات ده. وده كان شكلها بعد حوالي ساعة. شايفين شكلها يا جماعة؟ مرملة جدا، وكمان حجمها بيزيد كده، بتنفش لما بتشرب باقي الشربات، وبتكون طرية جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو تحس ان هي ماسكة نفسها لكن دايبة. انا دلوقتي هقطعها وهوريها لكم. قطعيها بقى باي تقطيعه زي ما انت عايزه بالشكل اللي انت عايزاه. تمام، انا دلوقتي بقطعها لكم عشان اوريكي قد ايه هي دايبه جدا جدا. بصوا طبعا اول واحده بيبقى يعني مش مظبوطه قوي. شايفين؟ خطيرة جدا، شكلها باين قوي ان هي دايبة. بصوا معايا كده على البسبوسة بتاعتنا، شايفين قد ايه هي دايبة جدا، مش مستحملة خالص. تبصي تحسيها ان هي ماسكة نفسها لكن هي دايبة جدا جدا. وطبعا لو انتي سبتيها لتاني يوم او مثلا 3 ساعات كده ولا حاجه وقطعتيها، هتكون متماسكه شويه، مش هتفرول معاكي بسرعه، لان خلاص هي مش هتبقى دافيه، هتبقى خلاص يعني بردت كده واخدت حراره الجو. فهتعرف تخرجيها زي ما انت شايفه كده بسهوله. عايزه اقولك بقى ميزه البسبوسه المكرمله بتكون كلها لون واحد، الفوق زي تحت في الجوانب. قلبها بصوا كلها درجه واحده. حته بسبوسه تستاهل بقكم بجد. كان نفسي ادوقها لكم بجد يا جماعه. ريحتها خطيره جدا وطعمها مفيش بعد كده. اللبن البودر نقلها نقله تانية خالص، خلى طعمها وريحتها مميزين جدا. حطي بقى كده عليها معلقه قشطه او وش اللبن وبالف هنا. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو معلومه بسيطه صغننه قد كده ما تنسوش بقى لايك الفيديو. مع السلامه.